وفي سياق حشد المسلحين الأجانب في سوريا وخصوصا من السلفيين، أصدر عدد من المشايخ فتاوى تحت عنوان جهاد المناكحة لإغراء المسلحين بالتوجه إلى سوريا. هذه الفتاوى التي بدأت من تونس أثارت ردود فعل متباينة حول تشخيص ما يجري هناك، حيث يصفه البعض المشايخ بالجهاد فيما يعتبره آخرون حربا أهلية لا يجوز المشاركة فيها. الفتاوى في تونس أثارت بلبلة في الشارع بعد ورود أنباء عن توجه مراهقات تونسيات إلى سوريا تطبيقا لفتاوى تحلل جهاد النكاح. غدي غنطوس والتفاصيل. تحركت النيابة العامة التونسية وفتحت تحقيقا في قضية الجهاديين التونسيين الذين يقاتلون في سوريا. أما ذروة الفتاوى في تونس فتمثلت بإباحة ما أطلق عليه جهاد النكاح في سوريا، والهدف منه دعم المجاهدين والترفيه عنهم. التقارير تقول أن الفتوى مجهولة المصدر، غير أنها لقيت رواجا وتشجيعا في صفوف الفتيات التونسيات اللواتي غادر منهن ما لا يقل عن 13 فتاة إلى سوريا لتطبيقها. وزارة الشؤون الدينية ومراجع دينية عديدة سجلوا اعتراضا على هذه الفتوى. وزير الشؤون الدينية نور الدين الخادمي أوضح أن الفتوى لا تلزم الشعب التونسي أو مؤسسات الدولة. صحف تونسية تناقلت قبل أيام خبرا مفاده أن شابا تونسيا أقدم على تطليق زوجته بعدما تحول إلى سوريا ليسمح لها بالانخراط في جهاد المناكحة مع المجاهدين هناك. عذرا أبي قد عشقت الجهاد وديني دعاني لأحد العبادة. عدد من الباحثين الاجتماعيين رد الظاهرة إلى تأثر عدد من الشباب التونسي بالشيوخ السلفيين في الخارج وتحديدا في المملكة العربية السعودية.